السلام عليكم. الانجليزي في العادة بيلخبطنا، بنبقى يعطينا بعض الاصوات ما بنبقاش قادرين نحدد هي اي حرف. تمام، يعني ممكن حرفين يطلعوا لنا نفس الصوت عادي. عندنا لتر جي ولتر جي. اللتر جي اصلا نطقها ج ج ج. تمام، اما لتر جي نطقها ج ج ج. تمام. طيب، يعني مثلا النطق بتاع مثلا الجي في الطبيعي زي كلمة جم. تمام، بس احيانا في بعض الكلمات بنسمعها ونلاقي فيها لتر جي بيتنطق ج ج ج. تمام، زي مثلا كلمة جراف. تمام، طب ليه هنا اتنطقت ج؟ طيب، لتر جي لو جا بعدها اي والاي والواي، اي لتر من دول بيخلوها تقول ج. تمام. طيب، لتر جي بيجي في اول الكلام عادي، وبرضه بنشوفه في اخر الكلام. لتر جي في الغالب بنشوفه في اول الكلام، نادرا لو شفناه في اخر الكلام، نادرا في اخر الكلام. زي كلمة تاج، اللي هي تاج محل اللي موجودة في الهند. تمام كده. طيب، يبقى احنا عرفنا ان في اول الكلام لو سمعنا الساوند بتاع ج ج ج، يا اما هيبقى جي يا اما هيبقى جي. هيبقى جي امتى؟ لو بعده اللتر اي اي واي. تمام. طيب، في اخر الكلام، يا اما الجي هتكتب وراها اي، يا اما دي جي اي. تمام. امتى بقى هيجي الجي مع الجي اي في اخر الكلمة؟ لو كانت الكلمة لديها صوت طويل، يعني long vowel. الساوند ده A E I O U، اي ساوند من دول بس اللونج منهم، يعني الحرف يقول اسمه A E I O U، يبقى نحط الجي اي. تمام. او برضو لونج فاول، اي فاول من دول لونج برضو بس وراه كونسونانت اللي هو حرف ساكن، اي حرف غير حروف الفاول بعدها. تمام. طيب، تعال نشوف امثله. عندنا مثلا كلمه كيج. كيج، سمعت كي اي لونج فاول. تمام، وسمعت الساوند ج ج ج في اخر الكلمه، يبقى هيكون جي اي. تمام. او سمعت برضو لونج فاول وبعد كونسونانت، زي مثلا كلمه رينج. رينج انج. تمام، برضو يبقى ساعتها هكتب جي اي. طيب، امتى بقى هكتب دي جي اي؟ امتى؟ لما يكون الكلمة فيها حرف متحرك بس قصير، A E I O U A إ إي أو أ. تمام، يبقى بيسبق الساوند بتاع الجي أي فاول من ده بس شورت فاول، وما يكونش بعده كونسونانت، يبقى غير متبوع بكونسونانت، مش هيجي بعده حرف ساكن، والكلمة عبارة عن one syllable، مقطع واحد. يبقى الشرط عندنا ايه في الدي جي اي؟ ان يكون مسبوق بشورت فاول، ما يكونش بعده كونسونانت، وتكون الكلمة one syllable، مقطع واحد. تمام، زي مثلا كلمة judge. judge. تمام. طبعا هنا الصوت الساوند بتاع الجي هنا بعده فطبيعي ان هي هتبقى جي. تمام. تمام. طيب، نجيب كمان كلمة زي كلمة rage. rage هنا short vowel. تمام، ومفيش بعده consonant. جميل، وكمان الكلمة مقطع واحد rage. أتمنى يكون الفيديو بسيط وسهل، وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.